بتبتدي القصة مع بيتر باركر وهو نايم وبيبقى مستعجل جدا، وبنلاقيه بيلبس بدلة سبايدر مان وبينط من الشباك. بيروح لعصابة كده وبيضربها عشان كان بيدافع عن البوليس. متنساش تكتب الشرطة بين سبايدر ومان. جهز الهليكوبتر، انا مش هتأخر. وبنعرف ان دي رجالة واحد اسمه ويلتون فيسك، ونروح مكانه وبندغدغ عظمه. طيب نبوس بعض دلوقتي؟ يمكن بعدين. وبعد كده بنروح معمل كده بيتر بيبقى شغال فيه عشان يصلح بدلته عشان هي اتقطعت، وبيطب عليه مرة واحدة واحد شغال معاه وهو صاحب المعمل ده، وبيبقى اسمه دكتور اوكتافيوس. وبيعرف ان بيتر هو سبايدر مان، ولكن بيتر بيعتذر له انه ما قالوش، بس الدكتور بيحضر له مفاجأة وبيعمل له بدلة جديدة، وبيتر بيبقى فرحان بيها جدا جدا. معلش اتأخرت على الشغل. ومش بس كده، كمان عمل له شبكة عنكبوت جديدة، وبيتر بيبقى فرحان جدا. وبعد كده بيروح مقر لعصابة فيسك، ويبقى مطلوب منه انه يخلص عليهم كلهم. المكان اتقفل يا كابتن. وبعدين سبايدي بيعرف ان في متحف بيبقى فيه خطر عشان في عصابة مسلحة اسمهم الشياطين او الديمونز، مطلوب منه انه يخلص عليهم كلهم. بس بيشوف كاميرا كده وبيشبه عليها شوية، بس في واحد من العصابة ده بيطب عليه وحد بيديله على دماغه بمعنى الحرف. تبقى بنت جميلة، وبنعرف من خلال محادثاتهم ان دي اسمها ام جي، اختصار لاسم ماري جين واتسون. وبيبقوا عارفين بعض وبقالهم كتير ما شافوش بعض، وقالت له ان هي جت هنا عشان المتحف ده عشان هي بتشتغل مصورة، ولما المسؤولة عن المكان ده كانت بتكرشها بشياكة وكده، فام جي بتقول لها ان فين حمامات السيدات وكده بقى، فبتقول لها المكان وكده، بس طلعت انها مش عايزة تخش اصلا الحمام، طلعت عايزة تخش تستكشف اوضه كده في المتحف ما ينفعش حد يدخلها، وبتشوف فايل اسمه ديفلز بريث. فعصابة الشياطين دول جم لغاية هنا، وبيقول سبايدي انها محظوظة وانها عايشة وكده. وبعد كده بنشوف ان ام جي بتتمسك من عصابة الشياطين، وطبعا الضابط العنكبوت اللي هو سبايدي بيعرف ينقذها هي والمسؤولة عن المكان. مش عارف والله يا ابغدي جمالك فين ده يا حاج الضابط العنكبوت انت، وحاج سبايدي او حاج سبايدر مان او بيتر باركر، يعني مش عارف اودي جمالك فين بصراحة. وبنشوف سبايدي بياخد قناع من أقنعة الشياطين ويوديه لأي مصمم أو أرتست يشوف إيه القناع الغريب ده. وبنشم خبر إن في سرقة بنك والظابط العنكبوت موجود، واللي بيسرق ده بيبقى شخص اسمه شكر، وبنمسكه مرة والتانية وبنمسكه الحمد لله وبنسلمه للبوليس. وبنروح ملجأ اسمه فيست عشان احنا بنشتغل فيه، وبنبقى عارفين ان في شخص اسمه مارتن لي بيبقى ليه في الارض وكده، ولما بنسأله على القناع ده بيبقى متوتر وكان بيحاول ينظم كلامه، بس بيتر بيحس ان كلامه فيه حاجة غريبة وبرضه انه مخبي حاجة، بس في الاخر كلام مارتن لي بيطلع ملوش اي ستين لازمة. وبنرجع للمعمل عشان نشتغل مع الدكتور، وبنشوفه عمل طرف صناعي وباعه لشخص، بس بنلاقي شخص كده بيدخل المعمل وبياخد حاجات الدكتور بدون اي سبب، فالدكتور بيقول له ايه اللي انت بتحببه ده يا اوسبورن؟ فبيقول اوسبورن ايه ده انت نجحت في الطرف الصناعي؟ وبيقول اوسبورن للشخص اللي ركب الطرف الصناعي انه يروح معاه المعامل اللي اوسبورن بناها يعني عشان في حاجات متطورة اكتر، والدكتور بيزعل جدا. وبنعرف ان دكتور اوكتافيوس واوسبورن ما بيطيقوش بعض اصلا. وسبايدي بيشم خبر تاني ان شوكر بيسرق بنك تاني، وغير كده هو هرب من السجن، بس سبايدي بيكسره وبيبوظه.
وبنروح لمقر عصابة فيسك وبنقتل كل اللي فيه، وبنشوف ان في فرد من البوليس بيتكلم مع سبايدي وبيعرفوا ان اسمه ديفيس ويناديه جيف عشان هو اسمه ديفيس جيفرسون. ولما دخلوا المقر نفسه لقوا عصابة الشياطين بره المقر وجري وراه ودغدغوهم، ودلوقتي المفروض هما بيجروا ورا السواق العربية عشان نموته، هو كمان ما جاتش عليه بقى يعني. بس فاهم، بس واحنا بنجري وراه بيبقى في عربية تانية هتدوسنا وهتفرمنا، بس الضابط جيف بينقذ حياة سبايدي حرفيا، بس الحمد لله بيطلع منها سليم. والمرة التالتة على التوالي ان احنا برضو نروح مقر الفيسك، بس المرة دي غريبة شويتين تلاتة كده. سبايدي كلم فيسك وقال له مين رئيس عصابة الشياطين، وقال له ساعد رجالتي من اذى الشياطين واقول لك فورا مين الزعيم بتاعه. فاوكي يعني سبايدر مان بيسمع كلامه وبيضطر كده. وبتبقى فيه هليكوبتر فيها شوية من عصابة الشياطين والحمد لله بندمرها. فيسك بيقول لنا ان رئيسها هو مارتن لي، ايوه اللي جه في دماغك دلوقتي، الارتست اللي كان متوتر وهو بيكلمنا. وبعدين بنروح حفلة معمولة للظابط جيف عشان هو انقذ حياة سبايدر مان، وكان اللي بيقدمه هو العمدة اوسبورن. بس بيتر السنسورز اللي عنده بتتفعل وبيشوف مارتن لي ومعاه قنبلة هو واتنين كده، ومن الاتنين دول كان في واحد واقف ورا جيف، ولكن في لقطة ايقونية جيف بيزق الشخص اللي من الشياطين ده وبيجري منه. وبعد كده بنشوف مايلز اللي هو ابن جيف بيجري وبيدور على ابوه، وبنلاقي ان بيتر برضه واقع على الارض، ولكن ما تفتكرش ان بيتر ومايلز يعرفوا بعض، لا هو ده ما يعرفش ده اصلا. واللي كان بتحاول تصحيه هي ام جي. واخيرا مايلز بيلاقي ابوه، ولكن ابوه كان غرقان في دمه وبيبقى مات. بابا 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 لا. وبعدين سبايدر مان بيروح مقر كده للشياطين، ولما بيخرج منه واحدة كده بتيجي هي وجيشها اللي اسمه سمور وبتقول له يا ريت تبعد عن شغلنا. بس كابتن يوري بتيجي وبتقول لسبايدي اقف مكانك اوعى تعمل حاجة، دي زوجة اوسبورن اسمها سيلفر سيبل وبتشتغل معانا. يوري ممكن شرح ارجوكي؟ دي سيلفر سابلينوفا رئيسة السمور الدولية، قوة أمنية خاصة بيمولها العمدة أوزبورن. العمدة عنده جيش حيوانات أليفة؟ المرة الجاية اللي هتقف في طريقي مش هكون لطيفة خالص. امشي نتكلم بعدين. نروح مكتب مارتن لي عشان نستكشف هو عنده ايه ممكن يساعدنا. المزار في الصورة مش موجودة فيه الصورة، ده هيخلينا نعرف خطط ليه الجاية. طيب من الفتحة الأرضية. بعدين بنروح المعمل وبنشوف ان دكتور اوكتافيوس بيجرب مشروع اللي هو طرف صناعي بس ما بينجحش، والدكتور اوكتافيوس بيكون معتقد ان هو مين السبب بقى، هو اوسبورن، عشان اوسبورن اداله حاجات متطورة اكتر وافتكر ان هو اتنصب عليه. بس بيتر بيحاول يصلحه وفعلا بينجح، وكمان عمل تشيرز مع دكتور اوكتافيوس. وبنروح لواحد اسمه تشارلز ستانليش علشان يشوف لنا ايه موضوع الديفلز بريث ده، ولكن بنشوف هليكوبتر من عصابة الشياطين اللي كانوا محاصرينه في مكانه حرفيا وبيضربوا علينا النار، والحمد لله بنعرف ننقذه من الاسانسير وبس كده الحمد لله. والمهمة بتعدي، والمهمة دي مالهاش اي ستين لازمة اصلا. أنت كويس؟ أيوه ممكن فعلا. كويس كويس. عارف مقارنة؟
وبتجيلنا معلومات ان في واحد اسمه دكتور اسحاق في حفلة كده وعبيط كده وعمال يترقص ومركب، ايوه هو ده اللي قدامكم ده، وهو مركب كده تمساح وعمال يرقص، وده اللي عارف معلومات عن ديفيد بريت واحنا المفروض نجري وراه. ولكن لسوء حظ سبايدر مان، الحظ النحسي ده، عصابة الديمونز او الشياطين بتهجم علينا وبتاخد الواد ده وبتخليه يموت نفسه وينتحر يعني بطريقة غريبة جدا. ولكن يعني ما بنعرفش نلحقه وبيموت مننا، ولكن برضه المهمة دي ملهاش ستين لازمة. وبنخش على كمبيوتر كده في معمل اوسبورن بتاع اوسبورن حرفيا، وبنشوف بريزنتيشن كاملة عن جي ار 27. وجي ار 27 ده هو ديفيد بريت، واللي شارك في عمله هو واحد اسمه دكتور مايكل مورجان، وده بيحارب الامراض الجينية اللي بتيجي عن حضرتك بالوراثة، يعني واحد ورث المرض ده من باباه او مامته او من اهله يعني عموما. دكتور اوكتافيوس عمل اختراع ذري حرفيا، بس مش ذري حرفيا اوي يعني. عمل ايه؟ وسط الجهاز ده بدماغه من ورا، وخلى الجهاز ده يتربط يبقى كده في سلك طويل يوصل الطرفين الصناعيين، وبعد ما يوصل الاشاره اللي بتيجي في دماغه بتوصل للجهاز، يعني يحرك الايد دي يمين فعلا الجهاز يوصل الاشاره دي للايد نفسها ويوديني. ولكن بنعرف ان دكتور اوكتافيوس بيجيله مرض في مخه، والمرض ده لو كبر او حصل ليه اي حاجه كبر انتشر كذا حاجه ومحدش خد باله. للاسف ان شخصيه دكتور اوكتافيوس الهاديه اللي بتحب اختراعات طيبه تبيعها للناس ممكن تتحول 180 درجة ويبقى واحد شرير محدش يعرف يوقفه ابدا عن اي حاجة شريرة ممكن يعملها. ممكن يدمر المدينة، ممكن كذا حاجة يعملها، ممكن يقتل اصلا بيتر باركر ده اصلا. وبنشوف دكتور مورجان مايكلز او دكتور مايكلز مورجان بيركب العربية وعصابة الشياطين وراه، وكانت عايزة تاخد الجي ار 27 ده منه بعدوية شديدة جدا، وفي الاخر في للاسف بينجحوا في ده. وسبايدر مان لما وصل العربية المدرعة دي ومسك الشنطة، مارتن مي مسك دراعه جدا كده ودخله في عالم غريب جدا وقال له ايه رايك تلبس القناع ده وتبقى في صفنا احنا، ولكن كسر القناع الكبير ده وخرج من العالم. قال له لا، ضرب بوكس كده في وشه وللاسف ما عرفش يعمل اي حاجه، هو استفاد بس اللي هو هرب دكتور مورجان مايكلز. وبيخش في صراع مع مارتن لي وبيكسب مارتن لي بكساحة بصراحة. كان ماتش حرفيا السوبر الافريقي بيتلعب ما بين مارتن لي وسبايدر مان، ومارتن لي بيودعنا وبيروح على جيش السمور الامور معلش انا طريف كده انا جدعان قوي الفترة دي. فحصل يعني اتمسك بقى وبس، يعني هيحققوا معاه. وبنرجع المعمل تاني ودكتور اوكتافيوس بيفاجئنا باختراعه الجامد ده. بنعمل نفس الاختراع كل حاجه، ولكن بدل طرف صناعي بيجيبوا فاهم حاجتين كده زي ايدين الاخطبوط حرفيا. ف بيتر باركر قال له انت هتبيعه لمين؟ قال له انا مش هبيعه لحد. مين قال لك كده؟ انا هستفاد بيه حاجه جميله جدا. بيتر باركر قال له حذره، قال له اوعى تعمل بيه حاجه غلط يا دكتور اوكتافيوس، انا واثق فيك. ولكن بعد ما المحادثه دي بتخلص وبيتر باركر بيمشي بنلاقي دكتور اوكتافيوس بيبص كده في التلفزيون على اوسبورن بطريقه حقوديه جدا وبيقول انا هدمر مدينتك اللي انت فرحان بيها دي يا اوسبورن او يا نورمان اوسبورن. وبيجيب الدراع الاخطبوط اللي في وراه ده وبيكسر بيه التلفزيون. عاش عليك والله. وبعدين واحنا بنتجول بنلاقي ناس كتير هربوا من السجن. عليك بقى تجيب ورقة وتكتب ورايا. اول واحد الكترو، تاني واحد راينو، تالت واحد العقرب، رابع واحد النسر. ودول كلهم سبايدي قديما حبسهم، بس دول كلهم بيتجمعوا فوق سطح كده. وعد معايا بقى مين اللي جم. اول واحد الكترو، تاني واحد النسر، تالت واحد راينو،
ورابع واحد العقرب، خامس واحد مارتن لي، سادس واحد دكتور اوكتافيوس او ما يطلق عليه ناو دكتور اوكتوبوس، اللي فعلا شخصيته اتغيرت 180 درجة، ويعني بقى اسمه دكتور الاخطبوط او دكتور يعني اوكتوبوس. وبيمسك سبايدر مان كده حرفيا وبيشلوحه بعيد، فاهم، او بيطوحه بعيد كأنه كرة جلد حرفيا. ثباتكم لما نخلص، يلا. وعمك دكتور اوكتوبوس عمل الكبيرة بقى، فجر الجي ار 27 وناس كتير قوي اتأذت، ومنهم عمة بيتر باركر اللي هي انت ماي، اللي هي بتشتغل في الملجأ وبتكح دم وبتبقى عيانة جدا جدا ولسه بتعرف ده حاليا. وكمان اللي بيتعصب اوسبورن بيبقى متعصب بطريقة جامدة جدا جدا وبيكسر كوبايات بإيد واحدة، وفاهم بيبقى متعصب جدا ان الكلام ده حصل بسبب دكتور اوكتافيوس. وسبايدر مان بيتعارك مع النسر والكترو وبيخسر النسر، والنسر بيضعف جدا والبوليس بيرفع عليه السلاح وبيتسلم كده مفروض للعدالة والجيش الأمني. وبرضه الكترو بيخسر في المعركة ما بين سبايدر مان، وبرضه بيخسر ومفروض يروح للعدالة والجيش الأمني. وبيروح برضو يتعارك مع راينو والعقرب، ولكن ما بيعرفش يعمل معاهم حاجه، واخرهم اداهم ضربتين قضيتين كده، ولكن الاتنين عمالين يشتموا بعض. فسبايدر مان يسيبهم، لا ينزل عليهم الصندوق كده ويتفتح وهما الاتنين بيضربوا بعض، بيطحنوا بعض، او بمعنى اصح ان راينو هو اللي بيطحن العقرب، والعداله برضو والجيش الامني فاهم وبيتدخلوا وبينقذوا الموقف وبياخدوهم هما الاثنين العداله والجيش الامني. وبنتعارك مع مارتن لي تاني مره وبنقضي عليه حرفيا وكل جيشه بيموت، عشان كانت في تفصيله نسيت اقولها لكم ان هو كان بيوزع طاقته عليهم كلهم، ولكن كان بيديله الدواء اللي كان هيشفي كل الناس من الجي ار 27 ده. ودكتور اوكتوبوس جه وشلوح حرفيا مارتن لي كده بعيد وتقريبا مات، والدواء بيترمي وسبايدر مان بيقع، وللاسف ما بيعرفش يعمل معاه اي حاجه. واللي كان بيساعده سيلفر سابل ودكتور مايكلز مورجان او دكتور مورجان مايكلز، بيوديهم للملجأ عشان يعالجوا. ولكن واحنا في الملجأ بنلاقي تفصيله مهمه جدا ان في عنكبوت قرص مايلز، وهل ده هيبقى فيه جزء تاني ولا لا؟ ويعني فاهم هو تشويق وسسبنس وخلاص. ولكن بيتر باركر بيرجع المعمل وبيصنع ليه بدلة قوية جدا عشان هيتعارك مع دكتور اوكتوبوس اللي لو كسبه حرفيا خلاص ضرر العالم ده هيطير كله. وهو بيتعارك معاه خلاص كان تقريبا هيكسبه، حرفيا كان هيكسبه خلاص، ولكن الوش بيتكسر. ودكتور اوكتوبوس حتى لما اتغيرت شخصيته قال له ما تستخباش عني يا بيتر باركر، انت لابس سبايدر مان وانا كده عارفك. ولكن قال له انت حتى لما نسيتني واتغير شخصيتك، قال له انا عارفك وبس. هما الاتنين بيتخانقوا بطريقه جامده جدا، ولكن قلب بيتر باركر الصغير يعني كان عايز يلحق دكتور اوكتوبوس او دكتور اوكتافيوس من الموت. هو مش عايز يقتله، هو عايز بس يتناقش معاه. ولكن دخلوا كده معمل من معامل اوسكورب وبيتناقشوا هما الاتنين، وفي الاخر بيتر باركر بيسيبه يموت هو لوحده عشان دكتور اوكتافيوس حرفيا طلع شخصيته متغيرتش، طلعت هو اللي غير شخصيته بنفسه. وللاسف عمة بيتر باركر بتموت ومش هنشوف انت ماي ده تاني خالص. وبنعمل العزا لعمة بيتر باركر، واللي جنبها ده بيبقى ابو بيتر باركر بيبقى اسمه بن، واللي بيساعدوه يقدروا معاه الجنازة هو مايلز وام جي وهم بيساعدوه. ودكتور اوكتافيوس بيتسجن ومش هيخرج خالص، والحمد لله ما ماتش يعني الحمد لله. وبتخلص اللعبة، يعني بصراحة اللعبة جامدة جدا وانصحكم يعني. ويعني انا عايز اقول لكم حاجه كده، سبايدر مان مايلز مورالز اللي هي بتاعت مايلز لما مايلز اتقرص خلاص نزلت خلاص من بدري جدا،
بس انا مستنيها بس اشتريها واعمل لكم الجزء التاني بتاع سبايدر مان مايلز مورالز. يلا سلام.